السلام عليكم. ما كاش كيفاش ما نحكيش على الزد في ايتان سوني. يا ابراهيم عندي 15 مليون 17 مليون واش نشري؟ هاد دير 17 مليون ونص الماكسيموم داخل العلبه في الجزائر. فيها 4K بزاف شهر، فيها اوتو فوكس بزاف خفيف تاع سوني معروف، وزيد كومباكت، فيها فليب اوت سكرين، وفيها كاع مثبت صوره الكتروني بصح يصلح. الفيديو تاع اليوم نهضروا على المزايا تاعها وعلى الليميتيشنز تاعها، ونشوفوا واش من الفئه تاع الناس اللي تساعدهم كاميرا كيما هاديه. واذا مع الاخر كي شفت الفيديو شغل تقنعت وحبيت تشريها، راني داير الرابط لتحت وين تقدر تشريها عليا انايا في الستور تاعي. والناس اللي تتبع الكاميرات في الدنيا خرجت زد في ايتان مارك 2 غير كيما، بصح شنو خرجوها غاليه على هاديه؟ اولا التصميم الخارجي اكستيريور ديزاين كيفاش مخدومه، هي مخدومه بالبلاستيك على بها رخيصه، وماشي اللي تفيلمي بها زعما في القطب الشمالي وطيح لك زعما داخل الماء في الثلج والشتا بزاف عليها. ما تخيلوش شحال توزن هاديه، 343 غرام كي تكون فيها البطاريه والكارت ميموار. الكاميرا هذه مقوت لي صغيره، الفليب اوت سكرين تاعها اللي تقلب، شوفوا كيفاش داير يحكم قريب كاع الكاميرا. كي تكون كاميرا صغيره كيما هذه ما تسناش منها الجريب تاع كيما 5 دي مارك 4. وشنو الجريب تاعها؟ لا باس، نوت باد. وشنو ماشي اللي زعما تقعد تشاهد الكاميرا 13 ساعه على ضربه باللانس كبير، بصح اذا حبيت تدبرها شويه تقدر تزيد لها الكاجا تاع الحديد، وفيها كانت الجريب زياده تسمى باش ترجعها سميمنا شويه هاد الكاميرا. كاين واحد الميكروفون داخلي شفتوا شحال كبير بزاف، كيما تاع زد في 1 اللي درت عليها مراجعه، عندها بزاف برك. هذه كاميرا كبيره عليها وتقدر تبدل لها لينزز. فيها الريكورد باتن قد الدنيا شباب يبان من البعد، وفيها وين تقدر دير كاستم باتن واحد 4 قفالي. لكن اهم قفله في هذه الكاميرا هي الاف ان باتن، يعني فانكشن باتن. كي تعبزها تدخل لواحد الصفحه فيها غير الميزات اللي راك حايبهم نتايا، تسمى انت اللي ديرهم لتمك. البطاريه تاع زد في ايتان واسمها ام بي اف دبليو 50 القديمه اللي موجوده في الاس 1400 مثلا. هي صغيره بصح تعطي لك في الفيديو كونتينيوس على ضربه 1 ساعه و20 دقيقه، بصح من الافضل اشري بطاريه ثانيه ولا ثالثه، وزيد اشري معاهم هذاك الدبل تشارجر. وداروا البطاريه في المكان تاع الجريب تما بعيد على هذيك السكرو ماونت وين تركب البلاكيطات تاع التريبي. ولو كان تستعمل الكاميرا غير في الدار زعما تستريمي بها ولا تقدر تشري لها الدامي باتري، هذيك البطاريه اللي فيها واحد الكيبل اللي يروح مباشره للتريسيتي. عندك الميني اتش دي ام اي صغيره باش تستعمل اكسترنال مونيتور، والعفسه اخرى اللي كانت مليحه هي اليو اس بي سي اللي قلت لكم تشارجيو منه وتقدروا ديروا الداتا ترانسفير به، تقدر تستريمي منه. والحاجه اللي مليحه الميكروفون الخارجي كي تحب تركبوه في هذيك المايك جاك راهي موجوده من الفوق بالباب تاعها صغيره وحدها، شغل داروها في مكان شباب باش هكذا حتى كي تقلب شاشه وتحب تشوف روحك ما راهوش رايح يدير الانترفيرنس بزاف، ما حاش يجيني. ما كاش كيفاش ما نهضروش على العدسات، خاطر هما اللي حيرجعوا لك الكاميرا تاعك هذه يبان فيها اللوك شباب. اولا داخل العلبه كي تشريها جديده كاين هذاك 16 50 ملم، مليح هذاك 16 50 ملم عنده الاستعمال تاعو حاجه مفروغ منها، خاصه مع كي فيها مثبت الصوره هذاك ميكانيكي لداخل يمشي مليح مع هذاك مثبت الصوره الالكتروني اللي جاي داخل زاد في ايتان. فيه المزايا تاعو بصح ما يعطيلكش هذيك الشاربنس طالعه بزاف، وما يعطيلكش هذاك الفلول كبير بزاف، بصح خليه في الحقيبه تاعك ما تبيعوش، خاطر تسحقوا برك اذا بدلت كيت لانس بحاجه افضل لك في الزوم زعما كيما داك تامرون 17 70 ملم. هنا وين مليح لو كان تزيد عدسه واحده اخرى، تما هنا راني نقول لكم حتزيدوا تصرفوا. هذه هي كاميرا كي تجيبها فيها انترتشينجيبل لينزز تصرف. بصح الحاجه اللي مليحه دوكا كاين هذوك ثيرد بارتي لينزز، يعني تاع شركات اللي ماشي تاع سوني راهم يخدموا عدسات بزاف شابين ورخاص. منهم هذيك الفيلتروكس 56 ملم مثلا 1.7 دير واحد 3 ملايين و200، ولا اوتو فوكس والفلو. ودوك حاجه باينه حنوري لكم شويه امثله، واني داير فيديو زد في ايتان مع هذاك اللانس تاع فيلتروكس راني حايطها وحدها تحبوا تروحوا تشوفوها. وقلت لكم كاين تاع فيلتروكس بصح كاين تاع شركات واحد اخرين كيما تاع سيروي، كيما تاع تي تي ارتيزن بالاوتو فوكس ووايت اوبن. وكيما في فيلتروكس تلقى عندهم كاين 23 ملم، تلقى عندهم 33 56. تقدر تشري لها كذلك عدسه الترا وايد اذا حبيت تستعملها. هذه الكاميرا فيها مانع الاهتزاز، تقدر حتى لو كان تحب تروح بعيد عدسه فينتاج تاع 500,000 مع ادابتر تاع 500,000 عندك لوك شباب. راني نهضر واني نوري لكم الفوتج، نتوما قولوا لي واش رايكم. لاباس. الشاشه تاع زد في ايتان اللي تتنقلب ماشي ضاويه بزاف وماشي شارب بزاف وماشي اكوريت في الالوان. الناس اللي يستعملوا سوني على بالهم بهذا الشيء، ماشي غير زد في ايتان، بزاف كاميرات حتى اللي غاليين تاع سوني عندهم هذا المشكل، تحب ولا تكره. ماشي مشكل اللي زعما خلاص على جالو شغل دير البرايكر وما تشريش الكاميرا. كي تكون في الوضعيه تاع يدويه مانويال تاع الفيديو وراك دير في الاكسبوجر تسمى تريغلي في الفيديو تاعك قبل ما تبدا تفيلمي، ما تخليهاش طاويه بزاف ماشي مظلمه بزاف. كي تكمل انت داير في بالك بلي راهي مليحه بصح هي راهي ضاويه،
اكثر من اللازم، تفيق لها من بعد في اللابتوب كي تشوفها في بوست برودكشن. هنا كاين الحل، راهو داخل الكاميرا يقولوا له زيبرا. هاد الاداه كي تشغلها هي اللي تعطي لك شغل انديكيتور الارم، تقول لك تماك راهي ضاويه. والكاميرا هذه ما فيهاش الاي في اف هذيك اللي تدخل فيها عينيك باش تشوف، هذاك مخصص بزاف للفوتوغرافي، كاين اللي يدير به فيديو على بالي، بصح اذا حبيت لازم هذاك الاي في اف زد في اي 10 ماشي تاعك، روح لسوني اس 1400. واخر حاجه على الشاشه هي انه ماشي تاتش سكرين، من غير واحد الميزات مثلا كيما تاع الفوكس كي تحب زعما تعبس بصبعك في الشاشه على الموضوع اللي راك حاب الفوكس يتبعه، ولا مثلا كي تحب دير تصويره ولا زعما تاتش شاطر. والمنيو هذايا القديم ماشي جديد تاع سوني اللي موجود في اي 7 4 مثلا، يبان لك مع الاول معقد فيه بزاف المعلومات، لكن في العموم الصفحات راهم مرتبين ملاح. باش ما تتلفلكش حوس على هذوك الميزات اللي تسحقهم، ديرهم في واحد الصفحه يقولوا لها ماي منيو، ولا في القفله هذيك تاع فانكشن باتن. نهضروا على سباكس ابي اس سي سنسور 24 ميجا بكسل، تسمى تعطي لك 6 كي تصويره، وفي الفيديو هذيك 6 كي ما كانش، بصح تحبطها لك ل 4 كي، تسمى 4 كي اللي تجي من 6 كي، تسمى كي تكون تفيلمي وماذا بك زعما من بعد كي دير المونتاج تزيد تزومي ما تنقصلكش الكواليتي، على خاطر من الاخر السنسور هذا معروف اللي عنده اسي 1300 اسي 1400 اسي 1500 اسي 1600، على بالو بلي الكات كا تاع هاد الكاميرا ابي اس سي تاع سوني شارب حاد بزاف النات. فيما يخص الفريم ريت يعطي لك 30 اف بي اس في 4 كي ماكسيموم، وفيها الكروب في 30 اف بي اس، لكن الحمد لله حنا وشحال نفيلميو في الجزائر 25 اف بي اس تكفينا على جال واحد العفسه تاع تريسيتي، حتى 24 اف بي اس ما فيهاش الكروب، وكي تحب سلو موشن حتى 120 اف بي اس تروح للفول اتش دي. والحاجه اللي مليحه في زد في اي 10 فيها الكولر بروفايلز كيما مثلا اللوج، عندك انا في رايي يروح الماكسيموم الاس لوج 2، تقدر شغل تلعب شويه كانت بالالوان، شايف دير اللوك اللي راك حايب نتايا. الحاجه اللي مليحه في زد في اي 10 انه عندها السنسور تاعها ماشي كبير قد الدنيا كيما فول فريم، بصح مازالو كبير ابي اس سي، مليح في اللو لايت، خاصه اذا استعملت عدسه فيها فتحه كبيره، تما باش ما تطلعش بزاف الايزو والايماج تقعد لك ما فيهاش بزاف هذوك الخناتش البرويك يقولوا له، هو البركوكس نسميه بصح يقولوا له النويز. من بين الايجابيات هي انه ما فيهاش ريكوردينغ ليميت، يعني التسجيل تاع الفيديو يكمل ما يحبس كل 30 دقيقه. في جي فيلم اكس تي 4 مثلا دير اكثر من 20 مليون تحبس كل 30 دقيقه، اذا حطيتها تحت الشمس راح دير لك اوفر هيتينغ بعد بالك 20 دقيقه كي تفيلمي في 4 كي، بصح داخل الدار ولا كي في ضليله ولا كي تكون البرد فيلمي على روحك. ومليح لو كان تروح للمنيو في هذيك الجهه وين كان اوتو باور اوف تمبرتشر ديرها هاي، باش هكذا ماشي غير تولي شويه دافيه برك تقول لك اوفر هيتيت، لا لا. زد في اي 10 فيها هذاك المشكل تاع الرولينغ شاتر اللي موجود في بزاف كاميرات غاليين عليها، بيزيكلي كي تحرك بيدك بسرعه وكي تكون تفيلمي فيديو الصوره تتعوج، خاصه اذا فيلميت سبور ولا، وبصح لو كان زعما ديرها في مانع الاهتزاز وتمشي بها ماشي حاب يقول تجيك الرولينغ شاتر برك كي تحركها بسرعه ولا على الضربه، راك شايف زعما تقيسها في طريفود هكذا تزعزعها تحس شغل حلقومه. وانا في رايي السبب الرئيسي اللي يدفع بزاف الناس يشروا كاميرا سوني ومنهم هذه زد في اي 10 هو الاوتو فوكس في الفيديو، خاصه اللي يخدم وحده، تسمى امشي اهدر ما تخافش الكاميرا هذه تتبعك، وهذه حاجه بزاف مهمه كي تكون تخدم سولو كرييتور. لكن وشنو ما حبسوش لهنا، سوني زادوا داروا واحد الميزه تاع الاوتو فوكس فيري انتريستينغ لصناع المحتوى اللي يديروا ربما المراجعات في انستغرام ولا في يوتيوب، يقولوا لها برودكت شوكيس، كاينه قفله هنا تعبزها تطاكتيفا هذه الميزه. بيزيكلي واش دير لك كي تكون تهضر على كاش منتج وتحب توريه للناس اللي يشوفوا فيك، واش دير كيما انا مانيش نفيلمي دوكا بالسوني يعني بالفيجي فيلم، لازم حتى نغطي وجهي باش الكاميرا ما تقعدش ديتيكتي وجهي، ديتيكتي البرودكت هذاك، بصح هكذا وجهي ماهوش يبان. لو كان زعما نحب نوريكم برودكت هذا يكون ان فوكس ونخليه هنا في هذه الجهه تاع الاطار ما نقدرش، بصح بهذه تقدر، فهمتوا العفسه مليحه. وكاين كانت سبجكت ديتكشن تخير بين زعما هيومن ولا انيمال، الله يبارك سوني هذه ما تخافش في الاوتو فوكس. لكن بين قوسين كنت نفيلمي بها في الليل برا، ودوك نوريكم اللقطه هذيك درت لها عدسه ماشي نيتف تاع 7 ارتيزن تاع فول فريم 85 ملم، الاوتو فوكس شغل تلفت له شويه صراحه، بصح دوك انا ما على باليش شنو هو السبب، قرعت في الانترنت قال لك في الاس لوك 2 زد في اي 10 شغل تسوفري شويه في الاوتو فوكس. زد في اي 10 ما فيهاش الاي بيس مثبت الصوره هذاك الميكانيكي يعني السنسور يبدا يتحرك، لكن فيها الكترونيك ديجيتال ايمج ستابلايزر، وكاين فيها زوج وضعيات، واحده ستوندار هذيك هي اللي نفضلها، الثانيه يقولوا لها اكتيف هذيك تكروبي لك بزاف، تما لازم حتى تستعمل الترا وايد لانس ولا. راني في جبل دوك نبدا نمشي باش نتستيو مثبت الصوره في الفيديو، راني نديرو وضعيه ستوندار. حاجه ثانيه الصوت راكم تسمعوه من الميكروفون الداخلي هذاك الكبير اللي من الفوق بهذاك البوني تاعو، وكاين الريح دقيقه برك خاوتي، مقبل كان بزاف الريح، دوكا راني في مكان ما كاينش الريح باش هكذا تقدروا تسمعوا الجوده تاع الانترنال مايك هذا الكبير.
ما حاش يبدل لك اكسترنال الميكروفون، حاجه بديهيه. اسمعوا دوكا الجوده تاع اللارك ام 2، هذا الميكروفون اكسترنال، حاجه واحده اخرى كاع. وراني بالكيت لانس في 16 ملم وكلش اوتوماتيكي، تسمى اول مره انت توشي كاميرا في حياتك راك رايح تفيلمي كيما راني فيلمي دوك. ودوك نبدا نطلع جبال، شدو باليد اليمنى. هذا مثبت الصوره ستوندار، شتو كيفاش. دوك نعاود نفس اللقطه لكن بهذاك اكتيف. شتو كيفاش كي درت الوضعيه الثانيه تاع المثبت الصوره هذاك اكتيف، زاد كروبا. هي مليحه زعما لو كان عندك الترا وايد لانس، كان زعما عندك زعما 12 ملم ولا يكروبي لك بصح تقعد وجهك يبان مليح في كاين شغل الروم. هكذا راني مكسل مليح يدي. بصح دوك نديرو تجربه هذيك تاع المشيه. ما على بالي كيفاش هو الريزولت، نتوما قولوا لي واش رايكم. انا تبان لي هذا اكتيف تاع هاند هالد. كي تكون حاب اصلا انت تزومي لما يكون عندك كاش 85 ملم ولا ديرو اكتيف يزيد يكروبي لك يزومي لك اكثر، بصح انت ماذا بك يزيد يكروبي وشنو يثبت لك مليح الفيديو. ودوك نزومي بهذا الكيت لانس تحت على باب الواد وتشوفوا كيفاش يثبتها بالاكتيف. هادي دوك راني مزومي 50 ملم. شتو اكتيف وين راهي وين يصلح لهنا في هاد السيتويشنز كي تكون مزومي وماذا بك تقعد الفيديو ستابل. صح بصح ديروا في بالكم يكروبي تما ربما ينقص شويه الكواليتي، بصح 4K ما تخافوش. دوك نرجعها مثبت صوره ستوندار هايليك ستوندار. شتو كيفاش ولا ما يكروبيلكش بصح فيه شويه شيك شويه برك. هايليك كي ما ديرش كاع مثبت صوره. شتو شحال بزاف شيكي. راني زوميت ل 50 ملم. على بالي ما حكيتش على وضعيه تاع التصوير الفوتوغرافي، بصح ما تندموش عليها على خاطر شغل مليحه من الاخر. 24 ميجا بيكسل دايناميك رينج، تعطيك تصويره رو بصح شنو ماشي تاع كاميرا اللي تحكمها دير بها سبور فوتوغرافي باش نفهموا فاش هذوك الرافال طالعين، ولا كي دير تصويره بها تاع لاندسكيب ولا برودكت فوتوغرافي ولا قوه. تقدر حتى ما تشريش هذه، تشري كاميرا رخيصه عليها ومليحه في التصوير كيما هذه. عبيها شغل ما ركزش بزاف على وضعيه تاع التصوير الفوتوغرافي. في الاخير واللي ما ننصحها هذه الكاميرا حاجه باينه، شركه سوني كي خدموها لمن الكونتنت كرييتورز، داروا لها هذوك الميزات اللي قلت لكم عليهم، شغل موجهين لصناع المحتوى فلوغ راك شايف. بصح انا ان ماي اوبينيون شغل موجهه لبزاف عباد عاد اخرين. مثلا حتى هذوك صناع المحتوى اللي يحب يخدم هاي كواليتي داخل الاستوديو، كاميرا هذه خفيفه تقدر دير بها هذوك من الفوق للتحت راك شايف، اوفر هاد شوت. تقدر ترجعها مين كاميرا تاع ستريمينغ تاعك في استوديو، تقدر دير بها كاش بروجيكت تفيلمي زعما كاش ميني عفسه هكذا روبورتاج، تقدر دير بها كلش. لازم برك تعرف الليميتيشنز تاعها راك شايف. مليح لازم تشري لها بطاريات زياده، تشري لها هذيك الكيج، دير لها اكسترنال مونيتور. على بالي راح تزيد تسقام لك شويه زياده كي تشري لها كذلك عدسه، بصح تعطي لك شغل ريزولت بزاف قوه. وكاين بنادم واحد ما حاش يشري هذا الزد في اي 10 اللي راهو يحوس على 60 اف بي اس باش يدير سلو موشن في ال 4K وماشي مكروبيا. في الاب بي اس تاع سوني كاين وقيله زوج كاميرات ولا ثلاثه، كاين A 6700 تاع سوني وكاين اف اكس 30 غاليين بزاف. تسمى هنا لازم تروح الكاميرا تاع اخرين. كي تروح الكاميرا تاع اخرين راح تلقى بسومه تاع زد في اي 10 60 اف بي اس في ال 4K، بصح تلقى نقائص اللي ما كاش في الزد في اي 10. تسمى كل واحد واش يخرج عليه. اذا راك واجد باش تساكريفي مثلا عباليش الاوتو فوكس، تقدر تروح مثلا والسنسور صغير، روح الجي اس 5 خرجت في 2016 راهي رخيصه دوكا 15 مليون تجيب وحده ولا قل كاع. فيها 60 اف بي اس، فيها اي بي الشباب، بصح ما فيهاش اوتو فوكس. وفي اللولات كي تنقص الظلمه شغل كارثه. هذه خير منها زد في اي 10. هذه هي الحكايه تاع زد في اي 10. تصلح لصناع المحتوى، اعرف برك كيفاش تستعملها وما تتقلقش شايف. وهذا وكاع كاميرات، كاع الكاميرات كانون في جي فيلم اللي مخصصين للمبتدئين. خاطروا علاش هذه زد في اي 10 داروا لهم هذوك المبتدئين واحد القفله تعبزهم يدير لك الفلو. في رايي ما كاش منها، ما تكذبش على روحك، اتعلم كيفاش دير الفلو هذاك وحدك بطريقه يدويه مانويال. ماك فاهمني؟ خير وخير. هذا ما كان. السلام عليكم.